عادي انت ممكن تكسب 400 500 جنيه في اليوم. من ضمن الحاجات اللي انا بشتغل فيها موضوع تصفية المحلات. يعني لما بيكون في محل، دي بضاعة لسه جاية بتاعت محل كده زي ما انت شايف كده، بص، دي بضاعة محل كامل لسه بقى هتتفرز وهتتعمل. طيب انا بشيل بيعات زي كده، ولما الناس كنا فاتحين لايف قالوا لي يبقى اشرح لنا القصة دي، قلت اشرحها لكم في مرة على ارض الواقع على طول والبضاعة لسه جاية. انا بنزل اشيل محل كامل بصفي. دي كانت مثلا بضاعة مشغل اكسسوارز وذهب صيني وحاجات زي كده. من ضمن الحاجات مثلا هتلاقي، بص، حاجات زي كده، هتلاقي حاجات زي كده، بص. بس طبعا بقى ما بتبقاش ايه، بيبقى بواقي تشكيل، بص، في تعليقات، بص، حاجات زي كده، بص، في مثلا حاجات زي كده، بص، دي اكياس خرز لزق من اللي بيركب على الهدوم. في، بص، جميع الالوان، كل القراطين دي بضاعه. بس طبعا عشان اقعد اوريك في فيديو هتاخد وقت كتير. عايز اقول لك بقى مثلا في منهم الخرز اللي بيركب على الهدوم، في منهم الخرز اللي بيركب في الملابس. الحاجات دي انا بفرزها، تمام. بعد ما بفرزها في ناس بتيجي تشيل حاجات معينه. يعني في ناس بتاخد الخرز اللي بتصنع اكسسوارات، في ناس بتاخد الخرز بتاع الملابس فبيعرفوا يكسبوا فيه. في ناس بتاخد مني الحاجات دي وبتصنعها مثلا حاجات زي كده. عايز اقول لك الناس دي بتوزع حرفيا في اليوم الواحد ممكن يكسبوا ال 500 وال 600 جنيه عادي جدا. طيب من ضمن البيعه اللي جات لي المره دي، بص، حاجه كميه كبيره جدا دي، بص، ميداليات سمايل فيس دبل، بص، اهي دي بيعه، دي تاجر يعمل منها مصلحه.